لويس جوستافو، تحولت بعد ذلك إلى وجود رمية جانبية للتعاون. بالسلامة إن شاء الله لسامي، بالسلامة إن شاء الله لسامي النجعي اللي تعرض لإصابة في اللقطة الماضية. اليوم تاليسكا على دكة البدلاء في قائمة المدرب رودي غارسيا في تشكيلة النصر في هذه الأمسية. عادة للقطة الأخيرة، سامي تعرض لإصابة، بالسلامة إن شاء الله. تدخل في اللقطة الماضية أمام سامي النجعي اللي تعرض لإصابة، وربما رودي غارسيا مش عارف إذا سيضطر لإجراء تغيير مبكر في أحداث هذه المباراة، لكن الجميع ينتظر طبعا والدة كريستيانو رونالدو من بين الحضور في هذه المباراة، وحماس كبير جدا لرونالدو أن يواصل تألقه في النصر في هذه الفترة بعد المباراة الكبيرة اللي قدمها ضد الوحدة في الجولة الماضية. ولكن أيضا حماس كبير في المقابل يواجه النصر من قبل الأندية المنافسة له، لأنه منذ وصول كريستيانو تقريبا يدرك الجميع أنه منذ وصوله للفريق الأصفر الأندية المقابلة للنصر تلعب بشكل أقوى. وجود رونالدو أعطى دافعا كبيرا للمنافسين للعب بقوة أكبر بحثا عن نتيجة إيجابية ضد فريق كريستيانو. في كل مباراة تقريبا يلعبها النصر هناك عدد كبير من القنوات العالمية الناقلة لأحداث هذه المباريات أمام هذا المدرج الكبير. حافز كبير جدا لأي فريق يأتي إلى هنا ليلعب تقريبا 200% من مستواه، ولذلك فإنه نشوف مباريات يظهر فيها فريق مثل الفتح يفرض التعادل على النصر ويقاتل في التعاون للحصول على نتيجة إيجابية في هذه المباراة. كرة تصل على جهة اليسار، محاولة بناء هجمة لمصلحة سكر القصيم، الذئاب الوولفز. النتائج الجيدة، تعاون في السنوات القليلة الماضية، تغير كلي عما كان عليه لسنوات طويلة في تاريخه على مستوى دوري كرة القدم السعودي بمختلف مسمياته وأنظمته، لأن التعاون كان لسنوات طويلة بين صعود وهبوط دون أن يتمكن من تثبيت أقدامه في الدوري الممتاز. هذا حدث لسنوات عديدة، لكن الفترة الأخيرة طفرة كبيرة في التعاون جعلت منا فريق منافس وفريق شرس وفريق بإمكانيات رهيبة وفريق يقاتل على كل البطولات ويفوز بكأس الملك، وهو حدث تاريخي على مستوى النادي، ثم بعد ذلك يصل إلى أدوار إقصائية من دوري أبطال آسيا، وهذا أيضا حدث مهم في تاريخ السكر القصيم أو الذئاب الوولفز نادي التعاون. كرة تصل إلى رمية جانبية لمصلحة التعاون، طارت على سامي النجعي اللي عاد بسلام في اللقطة الماضية بعد أن تعرض لإصابة. سامي مهم جدا في المنظومة التكتيكية لتشكيلة رودي غارسيا. 25 لقاء بين الفريقين، 16 فوز نصراوي مقابل 5 انتصارات للتعاون و4 مباريات انتهت بالتعادل، لكن لم يخسر النصر جميع مباريات 12 اللي قابل فيها التعاون إذا تعلق الأمر في المباريات اللي تلعب في الرياض. في 12 مباراة كان 11 فوز نصراوي مقابل مباراة واحدة انتهت بالتعادل. في المقابل فإن التعاون فاز في مباراة الذهاب بين الفريقين، ولم يسبق للتعاون أن فاز على النصر في مباراتي الذهاب والعودة على مدار تاريخه في دوري المحترفين. محاولة تصل إلى عبد الرحمن غريب، محاولة بناء هجمة لكن تغطية وتدخل. اليوم في وسط الميدان عديد من اللاعبين مهمين في قائمة الفريقين. لويس جوستافو بجانب علي الحسن في هذه المباراة بالنسبة للنصر اللي يعوض غياب عبد الله الخيبري الغائب عن هذه المباراة، وتاليسكا الموجود على دكة البدلاء يعوض سامي النجعي في تحت المهاجم كريستيانو رونالدو على أن يأخذ أيمن يحيى مكان سامي كجناح أيمن في تشكيلة رودي غارسيا. رونالدو يحاول المرور، تغطية وتدخل في وسط الميدان، لمسات بين عناصر التعاون، الاعتماد على ثلاثي مهداوي ميدرال كاكو، لمسة أمامية يحيى يحاول المرور، يحيى بتسديدة لكنها فردية وكان فيها أناني بعض الشيء في اللقطة الماضية. تسديدة جاءت بعيدة لضربة مرمى، بعيدة الكرة وإلى ضربة مرمى. دقائق الأولى في أحداث هذه القمة، شوفوا مرة أخرى تسديدة من جانب أيمن يحيى وبعد ذلك انتهت خطورتها إلى ضربة مرمى. اليوم الاعتماد على العقيدي في تشكيلة النصر، نواف وروسي على دكة البدلاء في قائمة رودي غارسيا. طويل الكرة بعيدة في الأخير إلى رمية جانبية. لمسة على جهة اليسار، محاولة باتجاه كونان، كرة تمريرة لكن فيها تغطية وتدخل يبعدها الدفاع، كانت من نالدو، وفي الأخير إلى رمية جانبية.
رمية جانبية قائد الفريق كريستيانو رونالدو. أول سوبر هاتريك سجل في هذا الموسم كان في مباراة الوحدة. أسرع سوبر هاتريك في تاريخ الدوري على جهة سجل كريستيانو رونالدو في مباراة الوحدة 4 أهداف في 61 دقيقة بالنسبة لصاروخ ماديرا. محاولة مرور